أحب حياتكم العادية، أحب تفاصيل يومكم، بداية باستيقاظكم وحتى عودتكم إلى النوم في مكانكم الآمن الذي يحتضنكم، وجباتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم وتاخدوا منه افكار. النهاردة الفيديو هيكون خفيف كده ولطيف، فطار وغدا سريع. بس لو اول مرة بتشوفيني، انا اسمي اسماء. من فضلك ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات. انا بقدم وصفات وبقدم روتينات وبديكي افكار لتنظيم ميزانية البيت، وكمان بديكي نصايح ازاي تهتمي بنفسك وببشرتك وبشعرك. فمن فضلك ما تبخليش عليا بالاشتراك واللايك. ويلا بينا بسم الله كده نبدأ الفيديو. اول حاجة بدأت بيها اليوم هي الفطار، والنهاردة بقى كسرت القاعدة وحبيت اعمل لكم فطار حلو قوي كده من الفلافل. وديني اهو كسرت لكم القاعده، وهنعمل فلافل مش بيض. بس وصفه حلوه جدا جدا ولذيذه قوي، وبجد الساندوتش ده بيبقى مشبع جدا. زي ما انتم شايفين كده، انا دهنت عجينه الفلافل على رغيف العيش بعد ما فتحته، وحطيته على الطاسه بشويه زيت زيتون، والفلافل بتحمر بالشكل ده. برفع الساندوتش وبعدين بحط بقى جواه الطحينه، بحط كمان جواه السلطه، بقى حطوا اللي انتوا عايزينه، يعني حطوا مخلل. انا بحط طماطم كمان، كان عندي فجل ابيض كده فحطيته، قطعته وحطيت منه. حطيت كمان جرجير. وصفة لذيذة جدا جدا فوق ما تتخيلوا، كمان صحية. العيش اسمر، وكمان ما استخدمناش غير زيت زيتون. تقدروا تستخدموا اي زيت عادي، بس ممكن يعني تستخدموا بخاخ الزيت، لا زي ما انا بستخدم البخاخ، لانه هيوزع معاكم الزيت بشكل حلو على الطاسة، وفي نفس الوقت مش هتستهلكوا زيت كتير، والفلافل هتحمر. ويفضل تكون الطاسة غير لاصقة عشان تطلع الفلافل ما تلزقش فيها. عملت بقى جنب الساندوتش المتين ده كوبايه من الشاي، وانتوا طبعا عارفين ان انا لازم يكون في سلطه كده جنب الاكل. انا كنت مبهوره بالساندوتش بصراحه. ايه رايكم في طرق التقديم اللي انا بعملها؟ هل بتاخدوا منها افكار بتحبوها ولا لا؟ ايه رايكم في فيديوهات الفطار؟ ان شاء الله هجمع لكم افكار الفطار اللي انا عملتها، وهجمعها لكم في فيديو واحد كده وانزلها. ده بقى طريقة الخيار المخلل السريع. ان شاء الله هنبقى نعمل مع بعض كمية، بس انا ايه بعمل يعني شوية كده بوصات قوي جنب الاكل. بجيب الخيار وبقطعه، احطه في مية، واحط عليه شوية خل شوية ملح، وبس كده بحطه على النار يا دوبك ياخد غلوة، واروح طفيه. هتشوفوا شكله كده بعد ما يغلي. بس خلونا على بال ما ياخد غلوة على النار، تعالوا نعمل صدور الفراخ دي. هنعملها شاورما. ده صدر فرخة مش متقطع، انا هقطعه بقى تقطيعة كده رفيعة بالسكينة. هو يفضل يكون مجمد عشان تقدروا تقطعوه رفيع جدا، بس انا كان للاسف فك في الفريزر، سبته بره كتير ففك مني، وما قدرتش ان انا اقطعه قطع رفيعه قوي، او كان عايز سكينه تكون حاميه شويه عن السكينه اللي انا استخدمتها دي. بس غيرت السكينه، ولكن برضو كنت محتاجه ان انا ارفع برضو قطع الفراخ اكتر من كده. كان هيرمي معايا برضو كميه كبيره، ولكن يعني هو قضى الغرض. بعد كده، بعد ما اقطعه هقطع بقى الخضار. تقدروا بقى الشاورما دي، يعني انا استخدمت دلوقتي صدر او ربع بانيه الموجود عندي. بضاعف بقى الكميه بايه؟ شويه فلفل، شويه بصل، شويه طماطم، حابه تحطي طماطم، شويه خضره. آه حطي بقى فلفل الوان. بصوا انا قطعت الفلفل، قطعت بصل جوليان، كمان هحط عليه الفلفل الالوان اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض. طلعته من الفريزر وخدت منه شويه وهضيفه عليهم. طبعا كل الخضار قطعته نفس التقطيعات. تقدروا تضيفوا عليها مشروم، هتزودوا القيمه الغذائيه وتعلوا قيمه البروتين. والمشروم يعني مش غالي سعره في المتناول، فتقدروا تجيبوه من اي هايبر ماركت، بيبقى سعر الطبق يعني بيبقى مش غالي قوي. وتقدروا تضاعفوا بيه كمية اللحمة او الفراخ، وفي نفس الوقت تاخدوا كمية بروتين عالية. بس كده خلصت الخضار بتاعي والفراخ قطعتها. تعالوا بقى على الطاسة، هحط حتة زبدة كده في الجريل وهسيحها، وهنزل بقى بالفراخ بتاعتي واديها صدمة. تكون الطاسة طبعا سخنة جدا زي ما انتم شايفين كده، وانزل بالفراخ تاخد صدمة وتبدأ تتحمر. هضيف عليها الملح والفلفل،
وهسيبها تتحمر على النار. في الخطوة دي مهم جدا ان الطاسة تبقى سخنة جدا، وانزل بالفراخ واحدة واحدة كده علشان الطاسة ما تبردش مرة واحدة، وما تنزلش مية ولا اي حاجة، وتاخد صدمة وتستوي معاكي بمنتهى السهولة. هتلاقيها ب5 دقايق استوت. والفراخ طبعا بعد ما بنقطعها بالشكل ده بتستوي بسرعة جدا. عايزة اقولكم ان دي اسهل اكلة ممكن تعملوها، بجد سريعة وسهلة، وكمان يعني مغذية. يعني احنا كده عملنا كمان اكل المطاعم للولاد في البيت بمنتهى السهولة. تقدروا بقى تضيفوا عليها التوابل اللي انتوا حابينها. انا بس اكتفيت بالملح والفلفل. تقدروا تضيفوا بهارات فراخ، تقدروا تضيفوا بابريكا، تقدروا تضيفوا كاري، بهارات شاورما، اللي انتوا عايزينه موجود عندك حطيه. هيفرق برضو معاكي في الطعم. ويا دوبك تقلبتين على النار كده مع الخضار وبتكون جاهزة. انا حبيت ان انا اضيف عليها شوية كده من الخضرة. دي خضرة انا مفرزاها في الفريزر. حطيت عليها بقى رشة كده من البقدونس والشبت والكزبرة. بجد دي طعم تحفة. بصوا بقى اتفرجولي على الجمال بتاع الجريل بتاع الشاورما، خطير. حمرت بقى جنبهم شوية بطاطس، وجبت عيش فينو. انا استخدمت العيش الاسمر اللي كنت شاركته معاكم قبل كده، كان في مشتريات الاسبوع اللي فات. حلو جدا ومشبع جدا جدا، وبجد كانت احلى اكله ممكن تعملوها. وادي الخيار المخلل بعد ما طلعناه، انا زي ما انتم شفتوا في الفيديو انا طفيته بعد ما اخد اول غلوه، وبيبقى لونه بيتحول للون الخيار المخلل وبيطلع مخلل تحفة يا جماعة. بحطه في التلاجة، بسيبه طبعا الاول يبرد وبحطه في التلاجة، وتقدروا بقى تستخدموه في الساندوتشات. انا كمان بعمل البصل السريع، وان شاء الله هعمل لكم فيديو مخصوص للمخللات السريعه دي، علشان تقدروا تعملوها كده جنب الاكل جنب الساندوتشات، وبتبقى في منتهى السهوله وكمان صحيه ومفيده جدا للناس اللي عندها مشاكل في القولون. طبعا الاكل ده ما يحلاش من غير حاجه ساقعه. ف طبعا بذكركم وبذكر نفسي بالمقاطعة. انا استخدمت توب بالشعير اللي هو الاناناس، طعمه حلو جدا، وكمان مناسب للناس اللي بتعمل دايت. بس انا يعني مش بفضل الحاجات الساقعة خالص. الحمد لله انا حاليا يعني قطعتها تقريبا من البيت. انا كنت بصراحة لازم كل يوم اشرب حاجة ساقعة، الحمد لله الحمد لله بطلتها. وعايزة اقول لكم ان بجد ان الايس كوفي بيغنيني عن الحاجة الساقعة بشكل كبير، وساعدني ان انا ابطلها لان هي مش صحية خالص. ده كان الغدا بقى بتاعنا النهاردة. حطيت كمان صوص الكاتشب مع المخلل، وبجد كانت أكلة سهلة وسريعة، وكمان أكل المطاعم في البيت وبمنتهى السهولة. قولولي بقى كده رأيكم فيه وفي جماله. وبعد ما خلصت الغدا ده حبيت ان انا اروق على نفسي كده بكوباية من الايس كوفي. انا اخترعت كده اختراع ان انا هعمله بالايس كريم. الايس كريم ده اسمه فروزن ميكس من فرايداي. حلو جدا جدا، طعمه فراولة حلو قوي، سعراته قليلة. في الايس كريمايه دي فيها 75 سعر حراري. وحطيت بقى معاه التلج، وهبدأ احط اللبن، وهكون مجهزة الكوفي وضرباه بالمضرب وهصبه فوقيه. وبس كده الايس كوفي بتاعي كان جاهز. بجد خطير يا جماعة، طعم الفراولة مع الايس كوفي فرق جدا في طعمها، وغيرها كده وخلاها منعشة. اتمنى ان انتوا تجربوه على طريقتي وقولوا لي رايكم فيه. وهو كان حلو جدا. ده كان فيديو النهارده، اتمنى انه يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هستنى رايكم في الكومنتات. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكمان تعملوا لايك، واشوفكم على خير. باي باي.